قبل ما نبدأ رحلتنا في عالم الفيلم ده وملخصه، خلونا كده نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الكومنتات، ونورونا بلايك حلو زي قلوبكم الطيبة. الفيلم ده بيبدأ في سنة 1988 كده، وبصوت واحدة اسمها لوري جرينجر اللي عاملة دورها إنديا فاولر دي. هي اللي بتحكي لنا كل حاجة. الناس قالوا إنها هتموت يا إما هتطلع قتالة، يا ساتر يا رب. وتقول لك لوري دي إنها في آخر الليلة دي كانت خلاص ماتت فعلا. يا خرابي. قبلها بيومين بقى الدنيا مقلوبة في مدرسة شادي سايد الثانوية عشان حفلة التخرج. لوري دي مرشحة تبقى ملكة الحفلة جنب تيفاني فالكونر اللي عاملة دورها فينا سترازا دي. تيفاني دي بقى يا معلم هيلث قوي، ومن أكتر اللي بيعذبوا لوري. معاها شلتها اللي مسميين نفسهم وولف باك، يعني قطيع الذئاب، وصاحباتها المرشحات ليندا هاربر، ديبي وينترز، وميليسا ماكندريك اللي هي أوفى واحدة لتيفاني دي. في واحدة سادسة بقى، كريستي رينو، دي بقى تاجرة حشيش ومتمردة كده. لوري شك انها مرشحة نفسها بس عشان تغيظ نائبة المديرة اللي اسمها بريكن ريدج دي، اللي نفسها شادي سايد دي سمعتها المضروبة تتعدل. احسن صاحبة لوري بقى ميغان روجرز، دي بقى عاشقة افلام الرعب، دماغها دي فيها بلاوي. في الفصل البنات عمالين يتكلموا عن الحفلة والمستقبل. لوري نفسها تطلع كاتبة، بس عشان سمعة شادي سايد محدش عنده امل يهرب من البلد دي ويعمل مستقبل احسن. تيفاني وصحابها عمالين يتريقوا على لوري بسبب إشاعة وحشة بتقول إن أمها روزماري قتلت أبوها. ميغان بقى صاحبة لوري اللي دماغها في الرعب دي طلعت سطور وعملت نفسها بتقطع إيدها عشان تخض الكل. يا نهار أبيض. أبو تيفاني دان اللي هو المدرس بتاعهم راح باعت ميغان للمدير على طول. لوري بتروح شغلها نادلة. تيفاني وشلتها وولف باك هناك، ومعاهم صاحب تيفاني تايلر توريس اللي شكله كده عينه ملوري، وشكل لوري كمان عينيها منه. أم تيفاني نانسي اللي هي كمان نفس غلاظة بنتها، قعدتها بتراقب تيفاني وهي بتقيس فستان الحفلة. ميليسا بتيجي بتقيس فستان قديم من فساتين تيفاني. في نفس الوقت كريستي دي راحت توزع حشيش على شوية ناس أوباش كده في حتة اسمها سانيفيل. وهي راجعة بقى البيت، واحد متنكر لابس عباية حمراء حاصرها في زنقة، حط الفاس بتاعه على كتف كريستي وسابها تزحف شوية وبعدين راح رمي على راسها. يا لهوي. يوم حفلة التخرج بقى المرشحين اتلموا عشان التدريب. تيفاني وهي راجعة من المدرسة شافت لوري وما عرفتش تمسك نفسها، لازم تتلكك ليها. ميغان راحت تدور على كريستي عشان تشتري منها حشيش، بس حبيب كريستي جيمي قال لميغان انه ما سمعش عنها حاجة بقاله كتير. القاتل المتنكر طلع كتاب المدرسة بتاع السنة دي اللي فيه صور المرشحين كلهم وشطب على صورة كريستي، كده الموضوع باين. الحفلة بدأت، تيفاني وصحابها طلعوا على المسرح يعملوا رقصة قدام الناس. لوري حست إنها اختفت خالص ومحدش شايفها. بعدين ليندا وصاحبها بوبي دخلوا فصل عشان يتكلموا. سمعوا صوت، ليندا راحت تشوف إيه الصوت ده. سمعوا صوت طعنة، ليندا رجعت لبوبي لقت أحشائه كلها بره. القاتل ظهر وقطع إيدين بوبي بقطاعة ورق قبل ما يدغدغ راسه بزاز الباب. يا ساتر يا رب. بره بقى ميغان بتدبر مقلب، حطت قالب لراس تيفاني في وعاء المشروبات. الكل اتضايق تاني، بس لوري بالذات المرة دي اتضايقت من ميغان عشان هي نفسها تفوز بملكة الحفلة دي وأمورها تتحسن. المقلب ده عمل خناقة بين البنتين. بعدها لوري جالها باقة ورد من حد مجهول. ديبي وصاحبها جاد دخلوا في حوار كده. القاتل لقاهم في أدروم كزر، قام قطع وش جاد بمنشار كهرباء وجري ورا ديبي وخوفها ودفعها لحد ما وقعت على ظهرها على لوحة كهرباء. اتصعقت كهرباء وماتت على طول، والكهرباء فصلت مؤقتا. لما تيفاني شافت تايلر مهتم بلوري قامت علقت على موت أبوها بطريقة بشعة تاني، وده اللي ميليسا شافت إنه زيادة عن اللزوم. لوري دخلت الحمام، ميليسا ادتها شنطة مكياج تيفاني عشان شكلها يبقى أحسن. تيفاني لما عرفت إهانت ميليسا وضربتها بالبوكس في وشها. وبعدين الدي جي نادى على لوري وتيفاني لمسابقة رقص على أغنية جلوريا. لوري اللي كسبت وخلت تيفاني متبهدلة. في نفس الوقت ميليسا راحت تنظف نفسها، القاتل حصرها في أوضة اللبس. قبل ما تهرب ظهر قاتل تاني وراح ضرب الأولاني بفاسه في راس ميليسا. إيه ده؟ قاتل تاني؟ تايلر طفح الكيل من تصرفات تيفاني وسابها عشان يرقص مع لوري. بره بقى ميغان كانت بتشرب حشيش مع زميلة ليها لحد ما شافت القاتل المتنكر ده معدي. بدأت تشك إن في حاجة غلط بعد ما عرفت إن ليندا وديبي وميليسا اختفوا وجيمي ما سمعش عن كريستي بقاله أيام. لما راحت تحذر لوري افتكرت إن ميغان دي بتعمل مقلب تاني عشان تبوظ حفلة التخرج عليها.
لوري وتايلر راحوا يتعرفوا على بعض عشان ده اللي كان متوقع من الكل لحد دلوقتي. تايلر بقى خد سكينة في جمجمته، لوري هربت جري، وميجان لقت جثث جاد وديبي، وكمان بواب المدرسة ستوكر. لوري وميجان خبطوا في بعض واتأكدوا إن اللي كانوا خايفين منه حصل. قدروا يهربوا من البدروم لما تسلقوا من شباك. البنات رجعوا قاعة الألعاب الرياضية، أعلنوا إن لوري هي اللي فازت بلقب ملكة حفلة التخرج. طلعت على المسرح عشان تحذر الكل، بس القاتل قطع ساق بنت وقحة اسمها كلير، وبعدين قطع راس حبيبها جيرالد. الطلبة بدأوا يهربوا، مدير المدرسة وايلاند دراعه اتقطع بس هو نجا. لوري بقى خدت تاج الحفلة ده وطعنت القاتل في عينه. شوية رجالة مسكوه واتكشف إنه دان أبو تيفاني هو اللي كان بيعمل كل ده بالنيابة عن مراته وبنته عشان تيفاني تفوز بملكة الحفلة. الشرطة وصلت وقبضت على دان. لوري وميجان اتصالحوا قبل ما يتنقلوا المستشفى. لوري وافقت توصل تيفاني البيت عشان هم ساكنين في الشارع اللي ورا بعض، وهم راجعين تيفاني عملت نفسها بتعتذر للوري عن تصرفاتها، وقالت إنها كانت كده عشان سنين وهي حاسة إنها مش كفاية. نانسي تيفاني أقنعت الشرطة إنها ترجع بيتها لبنتها. للأسف بقى نانسي دي هي اللي كانت القاتلة التانية، ورجعت البيت وهي شايلة سكين. لوري وتيفاني لما شافوا كده استخبوا في الدولاب، بس تيفاني بسرعة كشفت إنها كانت متورطة في الجرايم كمان. نانسي وتيفاني بيستعدوا عشان يقفلوا لوري، بس نانسي كشفت الأول إنها هي اللي قتلت أبو لوري لما ساب نانسي عشان روزماري أم لوري. تيفاني طلبت إنها هي اللي تقتل لوري، بس لوري راحت ركلها على السلم، وقعت واتطعنت الزينة بتاعت الرواق. نانسي طردت لوري، بس لوري اقتحمت خزانة الجوائز بتاعتهم وخدت واحدة عشان تضرب بيها نانسي. وهي بتموت نانسي ترجت المساعدة. لوري لما رفضت، نانسي بدأت تشتمها وتسألها انتي فاكرة نفسك مين؟ لوري ردت ببساطة أنا لوري جرينجر الملعونة. وهم بيعرضوا تتر النهاية بقى، بركة دم كده اتكونت حوالين راس نانسي، عملت علامة الساحرة، وده معناه إن السكارين دول كانوا إلى حد ما تحت سيطرة عيلة جود. يا نهار أسود، يعني لسه في تاني؟